انت عارف ان يوم 11 سبتمبر كان اكبر ضربة لامريكا في القرن ال21؟ طب خد الحكاية دي في السريع. يوم 11 سبتمبر سنة 2001 وتحديدا الساعة 9 الصبح 19 واحد من تنظيم القاعدة خطفوا 4 طيارات ركاب أمريكية، أول طيارتين يروحوا على مركز التجارة العالمي في نيويورك عشان يدمروا البرج الشمالي والجنوبي. خليني أقول لك يا صديقي إن بعد ساعة ونص تقريبا البرجين انهاروا تماما، ومش بس كده ده مباني محيطة بيهم كمان اتدمرت. والطيارة الثالثة يا صديقي كانت رايحة مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، واحدة من أجرأ العمليات في القرن ال21. وعلى مين يا صديقي؟ على أمريكا، أقوى جيش في العالم. والطيارة الرابعة يا صديقي كانت اتجاهها العاصمة واشنطن، بس بعد شد وجذب بين الركاب والخاطفين الطيارة وقعت قبل ما توصل. امريكا يا صديقي وجهت اتهامات لتنظيم القاعده واسامه بن لادن. في الاول قالوا لا والله ملناش دعوه بالموضوع، بس بعد كده اعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث، عشان بعد كده امريكا يا صديقي تعلن حاله الطوارئ والقضاء على الارهاب في العالم كله. وده ياخدنا يا صديقي للفيديو اللي جاي عشان نعرف ازاي امريكا دخلت العراق، وهل فعلا عشان اسلحه الدمار الشامل والقضاء على الارهاب، ولا دي كانت مجرد حجه مش اكتر. اعمل سبسكرايب بقى عشان ما يفوتكش الفيديو اللي جاي.